أستاذ سليم، من الأسئلة كذلك اللي جاتنا في كوميونيتي تاع جيمس بروتوكول في اللايف، يقول لك باللي حنا دراهمنا كامل راهم في ستوك، وهاد الحاجة خلاتنا ما نعرفوش حتى نجيريو لو ستوك تاعنا. بالنسبة للسؤال هذا تاع دراهمنا كاملهم في ستوك وما عرفناش نجيريو ستوك، والله إلا نجاوبك على قدر السؤال يا أخي الكريم أو الإخوة اللي طرحوا هذا السؤال، ولكن نعت لك واحد لا تكنيك صغيرة برك، نعت لكم واحد لا تكنيك صغيرة تتفاداو هذا المشكل. تبعوني من فضلكم، راح نلقاو باللي احنا نديرو اوبجيكتيف سنوي تاع العام كامل، مثلا 2025 رانا نديرو اوبجيكتيف تاع، نفرضوا باللي رانا نديرو 120,000 قطعة أو وحدة مباعة فاش في السنة. إذن رانا نهضروا على معدل شهري تاع 10,000 قطعة. لا جيستيون دي ستوك، باش ما تكونش عندي ستوك كبير وما يكونش عندي ستوك هابط، لا جيستيون دي ستوك ودراهمك ما يبقاوش راقدين وناعسين في ستوك، تبدا بالمبيعات. حنا درنا اوبجيكتيف 2025، بصح عندنا حاجه اسمها لا رياليزاسيون 2025، شحال رانا بايعين 2025. نلقاو باللي رانا ما لحقناش لوبجيكتيف تاعنا، درنا 100,000، رانا نهضروا حوالي 90% من لوبجيكتيف تاعنا قسناه في المبيعات. كي نحزو 100,000 ونقسموها على 12 راح نلقاو حوالي 850 8500 وحدة شهرية بار موا ابوبري، راني نقولوا ابوبري، دونك هنايا بار موا. إذن حنا على بالنا باللي عام كامل المعدل الشهري تاعنا هو 8500. إذن الشيء اللي ننصحك به هو أنه كل منتوج، كل وحدة ستيلو زرق وحدة، ستيلو كحل وحدة، نروحو نهزو المبيعات تاعنا هذه كإحصائية، ونروحو نهزو حاجة اسمها لو ستوك. ونشوف أنايا لو ستوك دو ديبي، يعني بداية الشهر، رانا في أول جونفي 2026، رانا نهضروا على بداية 2026. رانا إذن في 2026 في بداية السنة، رانا في شهر جونفي، ستوك تاعي راه مثلا نهزو 25,500 وحدة، هذا هو الستوك تاعي. إذن كاين واحد المؤشر يسميوه الكافرج، وبالعربية التغطية، الكافرج. اللي هو في الحقيقة تغطية. نقول أنا في حالة ما إذا راني عندي اوبجيكتيف هدف 2026، راح نمر من 8500 معدل شهري، حاب نطلع إلى 10,500 حبة هدف. إذن نولي أنا واش ندير، نقول باللي التغطية تاعي هي 25,500 قسمة 10,500، راح تخرج لي حوالي شهرين
ونصف تغطية، عندي 2 mois et demi دو كوفرتور، شهرين ونص تغطية. يعني عندي باش نبيع شهر جونفي، لأن هذا لوبجيكتيف تاع الشهر الأول جونفي، وعندي لوبجيكتيف تاع شهر فيفري، وعندي لوبجيكتيف تاع الموا دو مارس. هذا يعتبر معدل سنوي تاع 2026. إذن الكافرج تاع 2 mois et demi نسميوه مؤشر التغطية اللي راح يتفادى لي واش يتفادى لي سور ستوك باش ما نستوكيش بزاف. دونك واش نقول باللي عندي قيس ما ندير شهر فيفري، وعندي قيس ما ندير شهر مارس، والباقي هو 0.5، يعني هو 15 يوم تغطية. إذن هنا حسب سياسة الشراء، حسب سياسة المشتريات، نقول اسك لازمني نسلع قيس 0.5 باش يولي عندي يساوي 1 تاع شهر افريل، او لازمني نشري اكثر من 0.5، يعني نشري قيس شهر كامل باش تولي عندي 1.5. هذا هو لا ديسيزيون، المؤشر هذا يسميه مؤشر تغطية المخزن حسب المبيعات، ولكن يبنى هذا المؤشر يبنى على إحصائيات واش راني نبيع، شحال نسبة مئوية نمو أو هدف 2026. يخرج لي ملي رايح كنت ندير 8500 شهريا، راح نمر إلى 10500. دونك كاين هنا نسبة مئوية نمو، كاين نمو في المبيعات. دونك لازم المخزن يغطي واش يغطي الهدف في المبيعات بدون ما يتراكم بزاف. ولذا كل منتوج نحسب حسب الهدف ونشوف اسكو عندي التغطية، وراح نتصيبوا باللي 2.5 تاع مثلا هذا ستيلو الازرق راح تلقاوه 2.5. لو كان تروحوا ديروا نفس التمرين على ستيلو الاسود راح تلقاو باللي التغطية راهي تساوي 4.2، يعني عندك 4 شهور. إيصا اللي يعيطوا لها والله ماني عارف باللغة العربية، ولكن يقولوا لاسينيسمون دو ستوك، اون فا اسينير لو ستوك، يعني شغل نصلحوه نعدلوه نقيوه، شغل نقيو ستوك. او باش نقدر نقي لازمني مؤشر يسميه مؤشر التغطية. هذا هو اللي راح يمكنني باش نقول اسكو لازم المخزن يكون فيه اكثر او اقل. ولكن انكور اون فوا هذا المؤشر لازم نبقى نتبعه اسبوعيا، لانه قاعد كي الاكسيليراتور تاع الطوموبيل تزيد وتنقص. علاه؟ باسكو المبيعات ما مشاوش مليح تسمى التغطية تطلع، المبيعات مشاو مليح التغطية تنقص. وعلى هذه العلاقة وتكلمنا في مواقف واحدة أخرى، في ظروف واحدة أخرى، قلنا لازم تكون هناك علاقة ما بين شكون؟ ما بين العمليات لي بروسيسوس. شوف كيفاش لهنا عندي لي زاشا شو كيفاش يكوردوني وينسقوا مع واش؟ ينسقوا مع لا جيستيون دي ستوك. بصح موش وحدهم، لازم يمروا على حاجة، لازمهم يمروا في زوج على واحد العمليات واحدة أخرى نسميوها الكوميرسيال، لا فونت. إذن عندي لا فونت مع ستوك مع لي زاشا هما اللي يديروا لي أو هما اللي يعطوني المؤشرات باش ندير حسن القرار، باش نشري ونغطي ولا ما نشريش باسكو البيع تحرك ولا ما تبارك. إذن الحل نتاعكم يا جماعة هو باش تصينيو لو ستوك تاعكم هو مؤشر اسمه مؤشر التغطية.
فوالا ان شاء الله نكونوا فدناكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.